تسمع. أخطاء لغوية تعودنا عليها وصارت عرف. لغتنا صعبة؟ لا مش صعبة. تعرف عليها أكثر ما نصادفها بحياتنا اليومية أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بأول حلقات برنامجنا لازم تعرف، وفيها رح بنناقش اليوم فن الدبلاج واقعه ومستقبله. لكن بداية بدنا نعطيكم لمحة بسيطة عنه. الدبلاج هو عملية استبدال الحوار الأصلي بفيلم أو مسلسل أو برنامج تلفزيوني ما بحوار مترجم، وهو مصطلح فرنسي بيعني تركيب الأداء الصوتي على النص الأصلي بلغات تانية. يقدر انه في حول العالم اليوم 6500 لغة، وبيرجع اصل الدبلاج للعام 1928 بعد اختراع السينما الناطقة. لكنه بدأ بالوطن العربي من منتصف الأربعينات، حيث كانت دول المغرب العربي عم تدبلج كل أفلام هوليوود للغة الفرنسية بسبب استيراد معظم الأفلام من موزعين فرنسيين. أما بالمشرق العربي فمن بداية الثمانينات بلشت محطات التلفزة بدبلجة أفلام ومسلسلات للأطفال باللغة الفصحى، وترجمت كتير من شركات الإنتاج العربية الأفلام من دون المساس بإعادة الدبلجة. وبالعقدين الأخيرين ظهرت الدراما المكسيكية والتركية مدبلجة، ويرجح أنه يكون مسلسل أنت أو لا أحد أول الأعمال يلي أنتجت أوائل السبعينات. لكن البارز اليوم هو تحويل النص المكسيكي للبناني بأبطال محليين. انطلاقا من هالمقدمة رح نطرح جملة أسئلة بتتعلق بفن الدبلاج. شو العناصر يلي بتتدخل بإطاره؟ كيف كان وكيف هو هلأ؟ وشو الصعوبات يلي عم بيواجهها؟ وشو التوقعات بالنسبة لمستقبله؟ رح نطرحها على الأستاذ فؤاد شماس، الممثل والمذيع والمدبلج والمدرب على الأداء الصوتي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا فيك. وعبر الهاتف رح نستقبل كمان مداخلتين، الأولى من الممثلة والمذيعة وصاحبة استوديو بودي ناعوم السيدة ديانا إبراهيم، والثانية من الفنان الممثل والمطرب سعد حمدان. أستاذ فؤاد أهلا وسهلا فيك مرة تانية. خبرنا شو يعني دبلاج؟ ايه في كتير من الأشخاص عادة بس يفوت يسجل بيقول لك أنا فايت دبلج. نسمعه بنقول له عظيم شو عم تدبلج؟ بيقول لي عم تسجل وثائقي. بنقول له هيدا بس مش دبلاج. نعم هيدا وثائقي مش دبلاج. نعم. هن بيخلطوا بين الدبلاج والوثائقي. حتى لو كان الوثائقي بلغة أجنبية وأنت بدك تحط صوت عربي عليه هذا لا يسمى دبلاج. أكيد. الدبلاج هو رسوم متحركة. نعم. والدراما. نعم. الرسوم المتحركة والدراما هي أداء وتمثيل. نعم. الوثائقيات نعم. هي أداء وتلوين. نعم. يعني أنا بدي أدي وبدي لون بالأداء. نعم. هونيكي بدي مثل. نعم. أدي ومثل. ففي فرق. نعم. إذا الدبلاج هي رسوم متحركة ودراما. نعم. الوثائقي لحال الوثائقي موضوعه آخر. نعم. بس متنوع كتير وكتير نعم. كبير. الوثائقي نحن بنحتاجه لصوت واحد بصوتك الطبيعي. نعم. يعني بالحلقة المعلق في معلق صوته الطبيعي، ما فينا نعمل له كاركتير نستعير صوت تاني. نعم. وبالشخصيات صوت واحد بنستخدمه. صحيح. وممكن نستخدمه بصوتك الطبيعي بس انه عدة شخصيات بتاخدها ليوفروا بالنسبة للشخصية. دبلاج. ايه. يعني ببلش مثلا بناخد هيدا النص اللي بدنا ناخده على شركة الترجمة، بعدين المدقق اللغوي. ايه. ما بعرف اذا كل الاستوديوهات معتمدين مدقق لغوي. طيب. بعدين تسجيل وبعدين ميكساج. واخيرا يعني بيصير هذا المنتج جاهز للعرض، صح ولا لا؟ شو في شيء اضافي بهالموضوع؟ اهم شيء نحن بالبداية
لازم ننتبه. نعم. هيدي اذا شركه بتحترم حالها، نعم. واذا منا شركه تجاريه طبعا. نعم. انا دايما بقول لهم اهم شيء ترجمه النص. نعم. ترجمه تكون حرفيه مش حرفه. صحيح. مش حرفه. نعم. حرفيه. المصطلحات يعني إيه. يراعوا المصطلحات لتناسب البيئة تاعتنا كمان. نعم. وكمان صياغه النص. صحيح. يعني المترجم لازم يكون يعرف مسبوق. كيف يصيغ النص، مش مسبوق. تكون صياغه ركيكه جدا. نعم. عرفت كيف؟ نعم. كمان بدنا ننتبه انه طباعه النص احيانا، لانه مثلا في جمله مثلا انا مرقت عندي بمسافه تتراوح بين 30 كيلوغراما، فشو كيف هي؟ صح. هلا اذا انا بدي اعتمد على الكلمه الموجود انه هيك مكتوب، انا خلص بدي التزم بالنص. لا، بدك تكون عندك وعي وبدك تنتبه. بمسافه 30 كيلومترا مثلا. نعم. وبعدين بيجي تدقيق النص. نعم. التدقيق النص كتير اللغوي، تدقيق اللغوي، تدقيق اللغة. قديش يعني الاستوديوهات عم تحترم هذا الموضوع. يعني انا سمعت انه احدى القنوات لم تعتمد على مدقق لغوي او لم تاخذ النص مدقق، وفسخت العقد مع يعني القناة اللي برا. انه لا، بدنا في ناس عم تسمع بهمها انه تسمع لغة صحيحة ولغة انه انسيابية وواضحة. صح. نعم. هلا في شركات ليه؟ لانه القنوات اللي برا بتحب توفر، يمكن مع انه المدقق اللغوي مش هالقد يعني ما انه عم ياخذ يعني الله يكون بعونه. نعم. القنوات برا عم تحاول دائما توفر. ليه؟ لانه صار في عندنا عده استديوهات. صح. فصارت القنوات منافسة قوية. منافسة. يلا هيدا طلب هالقد وهيدا طلب هالقد، ساعتها بقول لك بالنهاية إذا أنا ما وافقت حياخدوا الثاني وكذا. نعم. والأمور عم تمشي. هيدا غلط، وهيدا هي مشكلة كبيرة. والمشكلة وين كمان؟ عند الممثلين. نعم. يعني انه انا مثلا بروح على الاستوديو، بيجي بيقول لي، بس هو بيقول لي بطريقه معينه انه انا عم بعطيك حقك، بس بدي منك تخدمني بكذا، انه اعطيني كذا كاركتير ليوفر شوي كذا. ايه، انا بقبل مثلا انه عم يعطيني حقي بالنهايه، انا اسمي موجود هون. نعم. بيجي هونيك بيطرح على عند الاستاذي مثلا عند استوديو تاني، بيقول لهم انه هذا العمل بدي يكون بهذا السعر. نعم. بيقولوا له اوكي، بس نحن عندنا الاستاذ فؤاد شمس عم يدبلج معنا. بيقولوا له ايه، ما هو الاستاذ كمان عم يدبلج هونيك. صحيح. فهونيك ساعتها انه بتستغرب انه فعلا انه انا عم دبلج هون وعم دبلج هون. هلا الاستوديوهات قديش عم تحترم انه انت ممثل ولازم تقعد قدام المذياع ولازم يعني تدبلج؟ والله عم يقولوا من وين ما كان انه مثلا خليه بس بندربه يوم يومين شهر شهرين اللي هن ومنفوتوا بهاللعبه. هذا عم بيصير، هذا واقعا عم بيصير. اكيد نعم. صاروا المخرج صاروا عم يقولوا له فوت دبلج. السكرتيره مرات انه صوتي كذا فوت سجلي. ايه اي شخص هذا كله من باب التوفير، يوفروا يعني على حالهم نعم. لحتى ياخذوا الديل. نعم. اوكي. نعم. طب هيدا طب وين التمثيل؟ وين الاداء؟ وين الاحترام؟ وين الواحد؟ يعني انا انت هلا مثلا ايه بدك يعني بدك تاخذ شخصيه معينه. هل تلتزم حرفيا باللي عم بيقولوا هذا الشخص، ولا بتعطي من عندياتك مثل ما بيقولوا؟ يعني انه بتاخذ الجو العام وانت بتصوغها للشخصيه مثل ما بدك. مش ضروري انا يكون كوبي يعني 100%. لا، انا بدي اعطي احساس وبدي اعطي دوري وبدي اعطي لغتي وبدي اعطي طبقه صوتي اللي خاصني فيها كفؤاد شمس. أوكي. بغض النظر هو عال اوكي، يعني بتاخذ من الروح تبعه. صح ولا أوكي. لا؟ هلا نعم. في شركات بتعمل كاستنج. نعم. يعني هذا انا بدي اجي سجل وبيسمعوا الصوت والاداء وكذا، بيلبق للشخصيه. اوكي. هلا هن يعني انا بعطي اللي مفروض اعطيه. يعني انا بطلع بس لانه بالكاستنج نعم. قديش بتتدخل المحسوبيات انه انا بعرف فلان او فلان، مش ضروري يكون لابق. ولا في شركات كمان بتطلب فؤاد شمس بالاسم. ايه. نعم. في ناس بيقولوا انه هذا بدنا اياه للاستاذ فؤاد وهذا بدنا اياه كذا، والباقي يعملوا لنا كاستنج عليه. نعم. وبعدين بتيجي الموافقه ولا لا. نعم. هي هيدي مشكله صارت قصه الكاستنج. يعني انا غريب، يعني قبل ما كانت موجوده الكاستنج. نعم. خلص ليه؟ لانه عندهم ثقه بالشركات، لانه الشركات منا تجاريه. نعم. عارف كيف؟ هلا صار تجاريه. نعم. برا صاروا يلاحظوا هالشيء. نعم. انه القصه صارت انه الكاستنج صار منه مزبوط 100%. يعني ما عم يلبق للشخصيه. ليه؟ نعم. شو القصه؟ يبدو عم يوفروا الشباب، عم يجيبوا من مكان وكذا. هذا لا حبيبي، بدنا كاستنج خاصه على البطوله. نعم. والقضايا الرئيسيه، الشخصيات الرئيسيه. انما بس هلا صاروا الصغير والكبير بدنا كاستنج. ليه؟ هونيك صاروا عن جد هن عم يطلبوا انه بدنا هيدا وبدنا هيدا وبدنا هيدا. نعم. هن صاروا شركات ملتزمين انه بدهم اياك انه تيجي تدبلجهم هالشخصيه. دبلاج بالاول يعني بالثمانينات والتسعينات تقريبا التسعينات وما فوق كان جماعي. يعني طبيعي. كان يفوت 4 5 6 ممثلين ومع بعض يدبلجوا. هلا لا، صار فرادى. شو يعني اي احسن؟ يعني شو تغير الجو؟ هل هذاك كان اضبط ولا هلا احسن لجودة العمل؟ أيه الأحسن؟ أكيد قبل كان
يعني افضل. نعم. ولذلك بتلاحظ انت بتشوف اصلا اذا بتحضر شيء اللي قبل، نعم. بتلاحظ انه لا في صدق، في احساس يعني صادق. ليه؟ لانه نحن بنكمل بعض عم لما نكون تستلم نحن مع بعض، وتسلم. سلم وتسليم. نعم. ايه نعم. لو انا غلطت، نعم. يعني نحن عم نقرا غلطت، برجع بقول لك لا بدنا نرجع نعيد كلمه. نعم. ما في مشكله. هلا هي هيك لانه كانت البيتاكام وكان وضع غير الكمبيوتر نعم. هلا صار. نعم. فكنا ناخذ من بعض وكنا ننتبه انه ما نغلط وكذا ويكون جونا مهضوم وكذا. نعم. وفي لانه محبه. هلا انه بيكون عم تحضر مثلا مسلسل بيقول هيدا الممثل شيء وراه بيقول كلمه تانية، يعني انه حتى المكساج ابرار مش عم اول يعني المخرج او شيء مش عم يقدر يزبطهم. كانت اضبط بالاول، قبل كانت أضبط. ففعلا كانت تاخذ وقت، كانت تاخذ وقت. وكان الممثلين كانوا مضطرين يجوا كلهم ويكونوا موجودين في بقلب المشهد. في 5 بدنا نفوت 5، 10 بدنا نفوت 10. صح. وفي يعني في فيها جو منافسي. بس كان في جو حلو، كان جو حلو. كمان. ايه وكنا خلص. بس هلا لو كان، بس هلا نحن كوني محترف انا مثلا ما في مشكله، بسمع الكاركتر اللي قبلي باخذ منه برجع. نعم. وهيدا خلص تعودنا، بس مش الكل اللي ما في بيعملوا مشكله. هيك. لا لا بعتقد اكيد مش الكل اللي بيعملوا هيك. هاي المشكله، ما في مش الكل. لذلك نعم. بيطلع تفاوت، يعني بيطلع تفاوت يعني. نعم. وبدك تنتبه للمخرج. المخرج كمان يمكن ما يكون عنده هل لازم يكون المنفذ بيكون. المخرج هل لازم يكون عنده المام بهيدي أكيد. المصلحة، يعرف كيف يتعاطى ولا مع مين الممثل. مكان؟ بده يعرف يتعاطى مع الممثل. نعم. يعني مش بمكان. لو كان محترف هل بتاخذ ملاحظاته بالاداء مثلا اذا ما عندوش خلفيه لا لا تمثيلية؟ اذا إذا عنده شيء- خلفية. اذا عنده خلفيه ما هي فيها تحترم وجهه نظر رأيه. كمان. تحترم ايه رأيه. اكيد بدي نعم. احترم رايه وهو بيحترم رايي. نعم. هلا انا كوني عندي احتراف بالموضوع فهو حيقول لي اوكي، بس بقول له انا لا قلي ما في مشكله لانه لازم لانه هو نعمل. عايش جو العمل كله أكيد. ككل. انت إيه. عم تجي تأدي دورك. اوكي. نعم. لازم يعطيني ملاحظات وانا بتقبلها. نعم. ايه بس انه في ناس ما بيعرفوا بيبلشوا يعطوا ملاحظات معينه وهيك تفاصيل ما لها لزوم. نعم. بيضيعوا وقت. نعم. هذا ما بعدك تشتغل بدك بنفس تحكي؟ حماسات البدايات يعني لا. هلا فتنا ولا على هيك انت يعني تشعبت اهتماماتك إيه. ومليت شوي من الدبلاج ولا لا؟ ما بمل من الشيء اللي بحبه انا، اكيد ما بمل. بس انه للاسف الظروف صعبه بالوقت الحاضر. صار شغل يعني منه مش احترافي، كله تجاري. فلهيك انه انا مليت ريشت بصراحة. ولا ماشي الحال انه لا ريشنا. لا بيفوت بهذا المجال ما بيريش، بيصير بده يتدين كتير بس- وبده يعيش حياة صعبة. بس بيسرقوا الوقت، يمكن بيعيش عنده ما اهتمامات عندك وقت تانية. ابدا. ايه صحيح مزبوط. سيدي ديانا إبراهيم معنا صارت على الخط. أيه. مرحبا ست ديانا. معنا الأستاذ فؤاد شمص وحبينا ناخد رأيك بقصة الدبلاج، وأنت من أنت بعالم الدبلاج يعني مذيعة ومدبلجة وأخيرا صاحبة استوديو. كيف بتقيمي فن الدبلاج يعني بين الأمس واليوم؟ شو الفرق برأيك؟ أول شيء بوجه لك تحية وبوجه تحية لضيفك فؤاد. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك زميل ديانا. عزيز وحضرتك كمان زميل. طول عمرك. هنيك بتمنى لك التوفيق بالبرنامج. الله يخليك. وبعتقد هيدا المحل بيلبق لك أستاذ علي، لأنه حضرتك صاحب كلمة حلوة ومناسبة. الله يخليك. يعني على طول كلمتك بتكون بمحلها. طول عمرك. كل الاشياء اللي بتعملها. بالنسبه للدبلاج هو فن اكيد. نعم. فن بحد ذاته. لا شو الخلاف يعني شو الاختلاف بين الامس واليوم؟ يعني الاجواء كيف، المنافسه كيف؟ خفت عن قبل، يعني كان قبل اول ما بلش دبلاج في لبنان. نعم. نحن من زمان يعني حتى قبل ما نفوت بقصه المكسيكي كان في دبلاج كرتون ووثائقيات. نعم. وبعدين اجت موجة المكسيكي. هاي الفترة يلي الممثل اشتغل كثير. نعم. كان في كثير اعمال وكان لها رهجة. وحضرتك بلشتي بالمسرح انت بعريسين مدري من وين بعتقد؟ انا اول ما بلشت مسرح. نعم. بعدين تلفزيون. نعم. بعدين فت بعالم الدبلاج. نعم. بين الدبلاج والتلفزيون وسرقني عالم الدبلاج كثير. بس خلينا نذكر المستمعين انه حضرتك اللي كنتي عم تلعبي دور زليخة بمسلسل يوسف. علم لأنه هو المسلسل كان كثير حلو. نعم. ودور زليخة أعيد 100 مرة يمكن أو أكثر. نعم. وبعدني لهلا قد ايه صار له هيدا الدور صار لي عاملته يمكن اكثر من 12 13 سنه. نعم. وبعدني لهلا في
يجيني مقابله اختي صارت من برا واخذت عليه مع تكريم. مع حضرتك يعني بصوتك المميز اكيد حتنعرفي. بقى ست ديانا، بس بدي اسال شغله تانية، انه شو اهميه التدقيق اللغوي باعمالكم؟ وهل جميع يعني الاستديوهات والقنوات حريصه على تقديم ماده ما فيها اي شيء من حيث اللغه، ولا بتتفاوت النسب بين يعني بين الاستديوهات؟ تتفاوت النسب. نعم. هلا كمان بيصير حسب حسب الشخص اللي الاستوديو اللي عم يشتغل. نعم. يعني انا من الناس اللي كثير بحب اللغه العربيه وحضرتك ضليعه فيها، يعني هذه الشهاده مني انا. أكيد لاني بتعامل مع شخص ضليع مثل حضرتك. الله يخليك. يعني وقت يكون عندي مدقق لغوي مثل علي حجازي اكيد حلقتي بدها تكون كامله. الله يخليك. وبصوت فؤاد شمس. نعم. بمراقبتي بدها تطلع ان شاء حلقه الله. اكيد اكيد اكيد. انا على طول الحلقات اللي بشتغلها نعم. بحب اول شيء فكر انه انا اذا عم بحضرها اذا انا راضيه او لا نعم. قبل ما ابعثها للحلقه على المخرج. نعم. ف يعني بتحطي حالك محل المتلقي. لانه انا يعني اذا عم بحضر شيء نعم. وحتى مش بالدبلاج، اذا حدا عم يحكي فصحى اكثر شيء اذا بتلاحظ الريبورترز تبع الاخبار نعم. بيقعدوا ماسكين الميكرو وعم يحكوا صحيح. مجبورين يحكوا فصحى. نعم. ولا تحريكه مضبوطه صحيح. ولا جمله مضبوطه. صحيح. انا بصير كيف الملحن بيسمع نشاز بلحنه، انا هيك هيدا الاحساس. صحيح. صحيح. بحسها نشاز. هذا بيرجع لخلفيتك اللغوية عم نقول. مظبوط. بعدين نحن لغتنا كثير حلوه. نعم. لازم نوصلها صح لانه ما لازم تنقرض. نعم. يعني ما لازم العالم في جيل طالع ما كثير يعني ما كثير عنده اطلاع باللغه. عنده عداء مع اللغة. نعم، عنده عداء. مظبوط. نعم. فنحن اذا بنوصل له اياها غلط نعم. ما راح يحبها لانه بحسها مكسوره. الولد بيعرف يسمع. فاليوم اذا بتقول اكل الولد التفاحه بحس في شيء غلط. بيعرف شو هو. دغري مباشرة. في شيء غلط. مباشرة. مظبوط. ست ديانا، ست ديانا، ولو قطشتك بس، يعني مع ندرة الممثلين هل تقبلين انت انه حي الله حدا يفوت عندك على استوديو ويدبلج، ولا لا عندك مواصفات معينة لازم تحترم؟ في محلات انت بدك تستعين باساتذه. نعم. بالوثائقيات معلق. نعم. محل مش هلا حدا بيقدر يعمل حلقه معلق. نعم. في عندك ادوار تانية ممكن؟ ادوار ثانيه يعني مثلا في حلقات بيبقى عندي اذا بتلاحظ يعني حضرتك عم تدقق باير كرافت انفستيجيشن مثلا. نعم. كوارث الطيران. فبيبقى في هيك ادوار صغيره مثل البيلوت هناك. نعم. شبه رادار. نعم. هول بنستعين فيهم بناس هيك. بس الادوار الاساسية محجوزة للممثلين والبارعين. نعم. ما في مجال. نعم. لانه حدا يكون عم يشتغل غلط بيقشط لك الحلقه. نعم. يعني قد ما يكون في المعلق قبضاي والشخصيات الاساسيه قبضاي تطلع شخصيه ضعيفه تقشط الحلقه دغري. اكيد انا من النوع يعني من وقت ما بلشت ما استرخصت بشغلي مشان هيك. صحيح. طيب. كنت عم بشتغل مع مدققين لغه قويه مع اصوات قويه. صحيح. مترجمين قويه. صحيح. ما ابعث حلقه. صحيح. طيب ست ديانا، نحن والاستاذ فؤاد بنشكر مشاركتك القيمة، والى لقاء ان شاء الله. شكرا. شكرا كثير ديانا. شكرا ستنا. طول عمرك. طيب نرجع نحن لموضوعنا. يعني كيف بتوصف الست ديانا عم تحكي انه علاقتها هي وياه، كيف توصف تعامل شركات الانتاج معكم انتم كممثلين؟ يعني هل في احترام لحقوقكم، عم تاخذوا حقوقكم، ولا في مثل ما قلت انه لا في ناس انه اوكي وناس لا؟ لا في نعم. شركات ما بهمها. نعم. لا حقوق الممثل ولا شيء، بهمها مصلحتها. نعم. بهمها التاجر بهذه المواد. لا حتى ولو على حساب المستوى الفني والقيمة الفنية للعمل. لا هن بيحاولوا جهدهم يكون معتدل، يعني مقبول عند نعم. العميل. نعم. بس يعني بيعمل لك بيسترخصوا بيوفروا. نعم. المخرج ما في مشكلة. تجارة يعني. هلا ما في مشكلة. تجارة. يعني تجارة. نعم.
مع مراعاة الفنانة المستوى الفني ديانا ولا لا؟ إبراهيم أكيد كتير شغلها بيعجبني. ليه؟ لأنه فعلا هي حريصة كتير على شغلها. نعم. فبتضلها هي مراقبة الكل. نعم. بتجيب عن جد الأشخاص اللي بالمكان المناسب. نعم. الشخصيات اللي عم تقلها حضرتك عن الشخصيات هيك بالنسبة للمعلق للوثائقي، في شخصيات كتير يعني. صح. طب هلا هي شو كنا بدها تعمل؟ نسميهم مجاميع او شيء. ايه بس انه شخصيات ما فيها تقدر تجيب مين مكان. نعم. هلا ممكن تستعين من العاملين اللي عندها مثلا مخرجه. نعم. إيه بس ما شاء الله عليها صوتها حلو، بتدربها وكل شيء يعني. صحيح. جاهزه من صحيح. مشكله يعني. صحيح. بس مش مين مكان مش من يعني. الشارع يعني، هي عفواً. بعد عم تقول لك انه انا ما بدي كمان هبط المستوى الحلقه. صحيح. فلذلك عن جد فعلا حلقاتها كتير مميزه. صحيح. بس خلينا نمرق هالمعلومة انه من فوائد الدبلاج نقل الحضارات والتقريب بيناتها يعني. ايه اكيد. والعمل الفني المعبر عن اي دولة بالتأكيد بيحمل جزء من هويتها وشخصيتها. انت معي بهالكلام؟ صح اكيد. وعن طريق الدبلجة يعني بتنتقل هيدي الافكار لدول تانية. الفن بالاصل هو رسالة. ايه. ورسالة فن الدبلجة اقوى وبتأثر اكثر. فن الدبلجة كمان بيقدر يحل مشكلة الأمية المنتشرة كتير يعني بالعالم العربي. كمان مشكلة ضعاف النظر والمكفوفين. صحيح. ف يعني الدبلاج ازدهر الثمانينات والتسعينات بس هلا بتحسه خف، صح ولا لا؟ إيه؟ يعني في استديوهات عم تسكر، في استديوهات عم يقل عملها، في استديوهات عم تصرف موظفين، في عم تستغني عن خدمات ناس تانيين. بس حتى انتم الممثلين قليل يمكن او شيء. ايه هاي السنه بالذات يعني. هاي السنه صعبه كتير على الكل يعني. من وراء كورونا والوضع الاقتصادي بالبلد يعني كتير. فبس مع ذلك لا، في بعض الشركات عم تحاول يعني بهاي الظرف لا عم توقف على اجريها في بعض الشركات يعني. بس في بعض الشركات بعد عم تنزل اسعار وعم تستغل الفرصه هيدي انه الوضع الاقتصادي صعب، عم ترجع لذلك خف عملها. صح. وفي كتير ممثلين اخذوا موقف قالوا لهم خلاص بأدي هالقد. انه ايه لا بس الحمد لله يعني في هلا نحن قصه الكتب، قراءه الكتب هيدي عم تنفتح الابواب، فهيدي عم تخلي الشباب في شغل وكذا. في رسوم متحركه، في شغل. لا هلا انا حاسس انه في شغل. والله ما بعرف يعني. أنا بالنسبه لي في شغل. هلا في كتار يمكن ما عم يشتغلوا. ايه اوكي ليه؟ لانه هن اصلا بيسترخصوا حالهم يعني. هن بينزلوا بمستوى، فالاستديوهات ما عادت بدها. ليه؟ لانه الكلاينت او العميل هونيك صار عم يقول له يا خيي لا بدي مادي يا خيي تنحضر، لانه ما عاد تنقبل هالامور هي. صحيح. فبلشت الامور تزبط. هلا بلشت تزبط. انا بحس انه بس تخلص قصه كورونا وترجع الامور مزبوطه، فبتصور بيرجع يعني الاستديوهات اللي عم تنزل الاسعار بدها ترجع تقيم الموضوع. طيب هلا انت لو عاد فيك الزمان لورا مثلا، هل كنت تختار هذه المهنه؟ يعني أرض طموحك أنت كممثل ومذيع وإنه أداء وما بعرف يعني أنا لو كنت وقتها أيام روتانا وأيام استوديو عبر الشرق من زمان كان في مصاري منيح. كانوا يقولوا لي إنه إذا وفات الواحد وقال كلمة مثلا ياخذ $100 وفي غدا وفي ترويق وفي اهتمام وفي احترام وفي كذا. أنا وقتها الأيام هذيك كنا يعني بالقمة بالموضوع. يعني الذهبية يعني فينا نقول. هلا نحن الفترة البرونزية يمكن أول شيء. إن شاء الله بترجع الأيام إن شاء الله يا رب. ايه بالنسبه للدبلاج بدنا ننتبه لشغله. انه الدبلاج هو نوعين مثل ما قلت لك. في رسوم متحركه. الدبلاج هو الرسوم المتحركه. الرسوم المتحركه شو؟ الرسوم المتحركه هلا نحن بنقول عنها الرسوم. بس اذا قلت لك انا الرسوم هي بيتفرع منها شغلتين، الرسوم المتحركه ورسوم الكرتون. هلا انت بتقلي شو يعني رسوم متحركه وكرتون؟ ما هي رسوم. الرسوم المتحركه بتحكي عن الانسانيات، يعني بقلب الرسوم المتحركه في صبي، في اب، في ام، في كذا. هي الرسوم المتحركه. الرسوم الكرتون هي عن الحيوانات. ثعلب، ذئب وكذا. الرسوم المتحركة أي شخص بده يفوت للدبلاج لازم يكون عنده بالقليلة الرسوم المتحركة. الإنسانيات يعني مش معقولة ما يعرف يقلد صوت صبي. صوت أب، صوت عم، صوت شاب، عادة صوت جد. الصبي بيستعينوا بممثل يا أمرار. إيه أحيانا الولد صغير. البنت بتقدر تعمل 6 شخصيات. بالرسوم المتحركة يعني صبي وبنت. وفتاة وكذا. هو طبقات، بدنا نشتغل على طبقات. مرحبا يا أبي، مرحبا يا أبي. هذا صوت مثلا طفل. الأكبر منه مرحبا يا أبي. الأكبر مرحبا يا أبي. الأكبر مرحبا يا ولدي. الأكبر كيف حالك يا بني؟ ما شاء الله بتعمل مسلسل لحالك. ايه يعني انت بتعمل هيدا بتخلي حدا يشتغل. بدنا ندربهم على هالطبقات. وبعدين في الرسوم المتحركه بنبلش نشتغل على الثعلب وكذا. كيف بدك تجيب الطبقه؟ كيف تستحضر الكاركتير؟ بدك تتدرب على
واصلين هالقصص هيدي نعم. بدنا نشتغل عليها. ايه فبتقدر تستحضر الكاركتير وتحافظ عليه وكذا. نعم. فالدوبلاج سهل وصعب بذات الوقت، يعني السهل الممتع. تنصح فيه يعني حدا هلا جاي على باله يدبلج هلا والكل بحب هيدا الدومين يعني ايه. هيدا المجال ايه. هل تنصحه يعني وشو لازم يكون يعني اقل شيء متوافر فيه؟ شو لازم يكون عنده إنه يعني؟ عنده شغف، يعني بحبها. نعم. يعني ما بدي يفوت انا كرمال مصاري كرمال شهرة. نعم. انا بحب هيدا الشيء، ويكون عنده الاسس، يعني عنده موهبه. مش ضروري يكون دارس مثلا فن ما او ضروري شيء يكون دارس تمثيل يعني او شيء. إيه، لا ما ضروري. نعم. بس عنده موهبه صوت، نعم. بيقلد اصوات وكذا. نعم. وذكي وبيلقط على الطاير وبيحب الشغله، لحتى لانه في عقبات بدها تمرق قدامه وبده يصبر شوي، لانه مش دغري بين ليله وضحاها. مثل كل شغله يعني مثل كل شغله بده يواجه عقبات وبده يحارب بتصور بيمشي الحال يعني اذا كان عنده رغبه. انا اي واحد بشوف اذا عنده رغبه، وبدي اشوف اخلاقه كمان. انا بيهمني الاخلاق. نعم. لانه بده يفوت على هيدي المهنه. نعم. ما يفوت ينزلنا الاسعار ويضربها، ولا كمان يقولوا الناس انت كثير عم جربت تحكي على شخص. الاسعار، انتبه لحالك. عم تحكي كثير عن ايه الاسعار. لانه الاسعار صارت بالارض صراحه يعني. نعم. يعني انا لذلك هلا فت بمجال التدريب وفت بمجال تاني، لانه الاسعار ما عادت. نعم. نعم. شو في عندك بعد شيء؟ تفضل. معنا بده نحكي مع الاستاذ سعد حمدان بعد شوي، بلكي فينا ناخذ هلا بريك لو سمحنا. معنا هلا الاستاذ سعد حمدان الممثل والمغني، ومذكر بس انه ابرز مشاركاته كانت بغنوجة بيا بدور عدنان وغيره كتير. اهلا فيك استاذ سعد. يا اهلا وسهلا. معنا الاستاذ فؤاد شماس بيحييك ونحن حابين يعني ناخذ منك مداخله بموضوع الدوبلاج، وانت من انت في هذا العالم يعني من زمن وزمان مثل ما بيقولوا. شو فيك تخبرنا عن تجربتك؟ الدوبلاج تجربة كثير فريدة بعالم الفن، هو أحد الفنون. نعم. وهو حرفة. نعم. هو مش موهبة. نعم. طبعا تحتاج إلى موهبة التمثيل، واللي بيدبلج يعني الممثل المدبلج نعم. أفضل من المدبلج فقط، لأنه اللي بيدبلج الممثل اللي بيكون عم بدبلج بيأدي الدور بأداء تمثيل. هذا اللي كنا عم نحكي مع الأستاذ فؤاد، إنه هل لازم يكون يعني واجبا إنه لازم يكون المدبلج ممثل، والله يفضل، ولا مين ما كان في امتهانة لهيدا المجال ويفوت عليه يعني؟ لا ما في امتهانة، إذا كان يتمتع بموهبة. نعم. هو الموهبة. نعم. يعني اليوم نحن لما بنفوت على الجامعة نعم. معهد الفنون. نعم. إذا ما عندنا موهبة ما بننجح لا بالفحص ولا صحيح. أي عمل ثاني. نعم. لأنه تحديدا هاي المهنة هي أساسها هي الموهبة، مشان هيك قالوا بكل القوانين إنه بده يكون ينتسب إلى نقابة، لازم يكون
خريج معهد فنون نعم عامل مسرح نعم او تلفزيون او سينما، واذا ما كان يملك الموهبه، اذا كان عنده موهبه بيكون شارك باعمال فنيه سابقه، فعاطيه انه لازم يكون عنده موهبه نعم لازم يكون مثل طالب حامل الشهاده الجامعيه، فيفضل يكون بيمثل افضل. نعم. هلا انت يعني نسيت يمكن التمثيل والغنى واندمجت كتير بالدوبلاج. سرقك يعني سرقتك مهنة الدوبلاج من الغنى نعم حبيتها كثير نعم لانه كانت اقضي وقتي فيها، فراغي فيها، كانت تحسسني وبعدني بمجال الفن وتحديدا الكرتون. نعم تمثيل الكرتون. نعم فعلى على 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 اللي بده يعمل دوبلاج نعم بده يكون عنده المواصفات التاليه. اول شيء انه المام باللغه العربيه، نعم بقواعد اللغه العربيه. نعم ضروري يكون استاذ يعني، لانه هيدي الى اربابها. نعم حضرتك استاذ علي، استاذ اللغه ماده اللغه العربيه. الله يخليك. وكبتنا فتره بالدوبلاج وكنا نستفيد منك ولا زلنا. طول عمرك. لازم باللغه العربيه يتعلمها. هيدي يعني في واحد يتعلمها لانها حرفه. نعم ولو حتى البديهيات، يعني انه مش ضروري مثلا انه بس هيك يعني الشغلات البسيطة. نعم بيكتسبها مع الوقت. صحيح. والاستاذ فؤاد اول شيء انا بوجه له تحيه عبر اذاعتكم. طول عمرك. هو احد الاشخاص المهمين بعالم الدبلجه، الاساتذه في العالم العربي. وهو استاذ ماده الدبلاج بلبنان، احد اساتذه ماده الدبلاج بلبنان، لانه عنده محترف. نعم بيدرب. صحيح. بيعمل دورات. صحيح. بيسافر لبرا، يمكن انشط واحد. رح نحكي عم تسوبق علينا هيك، رح نحكي بهالموضوع. اوكي. نعم. طيب استاذ سعد، انت يعني مارست العمل الاداري بالنقابه لعده سنوات بعتقد. شو المشاريع مثلا اللي اقترحتها وقرت كانت لمصلحه الممثل ولا مصلحتك انت اولا؟ انا بعرف انك حاربت كثير واتصدمت يعني من الناس كتير لحتى انه تقر شيء لمصلحة الممثل. شو فينا يعني بهالاطار، شو فيك تخبرنا؟ في كتير اشياء. اول شيء قانون تنظيم المهن الفنية يلي اجا نعم بسنة 2008 2009. نعم. وبعدين انبثق منه صندوق التعاضد الصحي الموحد للفنانين يلي بضم 8 نقابات فنية. نعم. هيدا بيساعدنا صحيا. نعم. تدفع عنا النقابة عبر صندوق التعاضد نص بوليصة التأمين. يعني هلا ماشي هلا ماشي. ايه طبعا. نعم. طبعا. نعم. النقابة الصندوق بيدفع كل سنة لشركة التأمين نعم حوالي 650 ل 700 ألف دولار. بعد عم نحكي بالدولار. هلا بيعرشون على اللبناني بعز ندرة الدولار يعني. نعم. نعم. بيدفع كل هلا بيحاسبوهم على ال 1520. حلو. بس ولكن بيدفع بين قيمة ال 600 لل 700 عن كل الأعضاء المنتسبين للثمان نقابات. نعم. ساعدنا كثير. نعم. اشتغلنا عليه هيدا القانون كثير فاجا. وبلشنا بهذا تطبيق الصندوق التعاضد بسنة 2018 بلش يتغذى. هذا يغذى الصندوق من ضريبة الفنان الأجنبي. نحن بس نسافر لبرا نشتغل بأي دولة. تأخرنا لأقرتها الدولة اللبنانية بعتقد، يعني كلها مطبقة بكل دول العالم، بس عند الدولة اللبنانية ما كانتش مطبقة. كانت مطبقة. وصار في للأسف الشديد صار في محاولات من بعض نسوان الزعماء السياسيين بإلغاء 10%. نعم. هودي الزعماء هودي النسوان أو زعماء أو أزواجهم اللي بيطلعوا على التلفزيون بأيدوا الفنان. خلينا نحكي فن. ما هو عم نحكي فن. هو بعدنا ضمن الفن. ما عم نهاجم حدا. نعم. ما عم نهاجم حدا. نعم. ولكن صار في محاولات من هودي الأشخاص لإلغاء 10%. نعم. حتى يعني يلي هي ليش؟ لأنه فنانين عم يظهروا لبرا وعم يدفعوا، يعني هن مبسوطين ومبالغ حرزانة بعتقد.
علي نعم. الفنان الاجنبي لما يفوت على لبنان عنده ثقافه دفع الضريبه مثل ببلاده، نحن بس نسافر لبرا بندفع لدولهم. نعم. هن بيجوا لعنا نعم. كانوا ما يدفعوا شيء. صحيح. لما صرنا ونحن اقل نسبه صحيح. بناخذ بالعالم العربي 10%، هناك صح. بياخذوا 20 و30 و40. صحيح. استاذ سعد، يعني انت معروف عنك انك كمان يعني ضليع بالموسيقى نعم. وعندك اغاني وهيك. سرقك الدبلاج من هالعالم؟ يعني هل انت نادم يعني انه لا كان لازم انا مثلا ابرع اكثر بالفن، يعني اتجه شوي اكثر نحو الفن والاغاني وهيك، ولا لا اوكي انت راضي؟ لا ما سرقني، بالعكس انا نعم. كنت روح يعني على الدبلاج نعم. لما احس حالي اني قاعد بالبيت وقت تكون فراغ عندي نعم. فراغي نعم. فيتواصلوا في معي الاستديوهات وروح. وبما انه صرت يعني معروف بعالم الدبلاج ويتصلوا في، يعني لما اكون انا مشغول اعتذر، ولما اكون فاضي روح ما نعم. حتى ما احس حالي قاعد وضلني بضمن اجواء الفن، وخاصه نعم. بحب الكرتون. نعم. نحن بدنا نذكر انه انت كان لك مشاركه مع الزعيم الممثل المصري عادل امام. صح. نعم. تجربه شو استفدت منها؟ كانت تجربه رائعه جدا. نعم. استفدت منها سمعت منه إشادة. نعم. وهاي لما يعني اللي ما سمعتها بلبنان يمكن سمعتها من مصر. اجتك من مصر. سمعتها بلبنان. نعم. سمعتها بلبنان. نعم. ولكن اجت يعني بطرق مختلفة. نعم. انا يعني السيدة مريم شقير ابو جودة. نعم. وهلا المر. نعم. وماجي صفر وجهاد ايوب ومالك حلاوي، كلهم كتبوا اشياء رائعه. صحيح. المقال يلي اثر فيي هيدا حقك استاذ سعد، هيدا نعم. حقك بعتقد. مش عم يجيب يعني مش عم يقول يعني خاصه هن الاساتذه اللي عم تذكرون لا يصبغون يعني انه صفه او لقب على حدا ما بيستاهلوا. طيب هلا بدي يعني بالنهايه باخر سؤال لو سمحت، بتغامر تفوت على يعني اي مسلسل دبلجي او شيء ما بيكون مشكل لغويا؟ هل تغامر ولا لا بتقول لهم لا انا ما بفوت؟ نعم. بفوت بس نعم. بفضل يكون مشكل لغويا قد نعم. ما نكون نحن. انا قلت قبل شوي نعم. تجربتنا بعالم الدبلاج يعني حيصير لنا تقريبا تاريخ نعم. حوالي 28 29 سنه العمر كله. نعم. استاذ اللغه العربي كان يضل قاعد فوق صحيح. راسنا. صحيح. غلطنا بالفصل غلطنا بالفتحه يردنا. نعم. احيانا بيصير في عنا ملكه السمع. نعم. بنصير تقريبا نوعا ما مناح، ولكن مش مثل الاستاذ المختص. نعم. تفوت ولكن بفضل انه يكون في استاذ لغه. طيب شكرا استاذ سعد على مشاركتك. تحياتي وتحيات الاستاذ فؤاد لإلك. تحياتي للاستاذ مادة الدبلاج بلبنان الاستاذ فؤاد. شكرا. وانا بتمنى له كل التوفيق بدوراته اللي عم يعملها واللي بده يعملها. وشكرا لك استاذ علي ولمستمعينك بصوت. الى لقاء ان شاء الله. شكرا. اوكي الله معكم. نعم. الله معكم حبيبي. منفوت استاذ فؤاد من قصة الدبلاج لشيء كمان بيتعلق بالدبلاج، التعليق الصوتي. فن التعليق الصوتي او الاداء الصوتي كان واحد من اكثر المجالات الاذاعية انتشارا، وهالعمل خلال 50 السنة الاخيرة يعني انه كان في له سوق وكان مزدهر. شو يعني الفن الاداء الصوتي؟ انت اذا حدا بيقول لك مثلا بدي اتدرب على الصوت، شو بتدرب؟ هلا بداية كل واحد بيجي نعم. بيقول لي انا بدي، يعني انا تعرفت على شاب اجى قال لي بدي يسجل، وانا ما شاء الله علي الحمد لله صوتي ممتاز ومش تمام 100%. هلا كل واحد مننا بيشوف انه هو صوته حلو او شيء. فقلت له ممتاز. قلت له طب انت مين دربك؟ حدا دربك؟ قال لي لا انا عبر اليوتيوب عبر هيك يعني ودربت حالي ومش الحال. غير عم يتدرب على طريقه غلط. بس خليني امرق هيدا في كتير مقاطع يعني او فيديوهات هلا عم تنتشر. عم اقول لك شو بتعطي يعني هل هذه كافي انه واحد اذا التزم فيها؟ مين يعني عفوا انه مع احترامنا لكل الناس اللي عم تطلع، بس كل واحد عنده طريقه شكل. اذا واحد ما خضع لدوره انه يعني بهيدا المجال تحديدا، هل في لقوه من هون ومن هون يعني هالفيديوهات وبيمشي حاله ولا لا؟ لا. نعم. يعني واحد لسه بعده فايت جديد على هيدي المهنه. نعم. كيف شو بيأكد له انه هيدي المعلومه اللي عم توصله من هذا الفيديو انه هيدي صحيحه يعني؟ نعم. لا. شو بيضمن له؟ في كتير ناس بيدعوا انه هني مثلا يعني في حدا هلا عن جديد يعني هو ما له دخل بالدبلاج
عبر اليوتيوب يعني نعم. يسوق لحاله نعم. انه هو عالم الدبلاج وحاعطيكم عالم اسرار الدبلاج نعم. وكذا. هو لانه مدبلج ولا نعم. شيء ولا شيء يعني. نعم. يبدو متصل باشخاص معينين بيعرفوا بالدبلاج، اخذ معلومات معينه، هو عم يبلش يصيغها نعم. والناس بتاخذ منه على اساس انه دبلاج. نعم. وبيبلش يفلسف الامور بطريقه لا بتفهم نعم. شو معنات الدبلاج ولا شيء. نعم. هلا هذا موضوع ثاني. نعم. انا اي شخص بده يجي لعندي نعم. اكيد بدي اول شيء اسمع صوته، نعم. لانه اذا ما عنده صوت نعم. كيف بدك تقيمه؟ خامة الصوت. الخامة أهم نعم. شيء. هي الخامة ضرورية. نعم. بس ما بدنا نتعب على الخامة. نعم. أنا بسمع الصوت. نعم. الخامة لأقول له إنه هيدي الخامة مندربها. يعني شفت الخامة شو معنات الخامة؟ نعم. ما بيقولوا البترول الخام. نعم. أوكي. أمتى بيمشي حاله؟ لما يتكرر. نعم. أوكي. كمان الصوت الخام. نعم. هذا بدنا ندربه ونشغله بس ما بدنا نتعبه. نعم. نحن بنقدر ناخد استعارة، بنستعير أصوات تانية. نعم. موجودة شبيهة بالصوت الأصلي الخام، يعني شبيهة له. نعم. ما بنقدر. هيدي بنستخدم الخام امتى؟ بالاعلانات. نعم. بالاعلانات وبالشعر. نعم. اذا انا اول شيء بدي اركز على الصوت، بدي اسمع صوته. بعدين بدي اسمع النطق. نعم. النطق. بعدين اللفظ. النطق غير اللفظ. نعم. أوكي. في أحرف معينة بتركز عليها؟ طبيعي. نعم. الصوت بدي اول شيء قومه، لانه ممكن الصوت بيكون بطريقه معوج او شيء. نعم. او مشتت. بدي قومه. طالع على عواهنه مثل ما بيقولوا. يعني بدي قومه. نعم. بعدين بقيمه. نعم. وبنشتغل على النطق وعلى اللفظ. نعم. على النطق وعلى اللفظ، لفظ الحرف. نعم. والكلمة كيف بتقول الكلمة. مثلا كيف بتقول حقك. شوف القاف والكاف ورا بعضهم. هي هذا القاف بتعمل مشكلة كتير. حقكما. نعم. إذا لم تتعطل فلا تصلح. شوف هون تصلح ها بين الحي والها. نعم. نفس المخرج هنا. ايه منه صعبة. نعم. ألن ترحل في طبقك. طبقك الطائر. صحيح. مثلا بقول لهم قولوا مثلا ليرة ورا ليرة، ليرة ورا 5 مرات. نعم. ايه بس في مرات بيغلطوا، بقول لهم حتى ما تغلطوا ركزوا على جملة ورا. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ورا. نعم. ركزوا على ورا، ما بتقعدوا تغلطوا فيها. نعم. بس عدم التركيز بيصير في اللك. نعم. تركيز مهم. بإحدى الدورات أنت يعني أنا إيه. كمان كنت وشفتك يعني عندك ملكة أنك تقرأ النص بالمقلوب. ايه هيدا يعني من الأخير إيه. للأول ويعطي معنى صحيح. صح. نعم. هيدي النظر كتير مهمة بالنسبة للعين السريعة. نعم. شو الفايدة منه هيدا؟ انه نقرا من اخر النص لاوله إيه. يكون كمان المعنى سليم. في معنى بالموضوع. اذا في قلم نعم. حطه هون. نعم. ومنقول لك قول جملة معينة بتقولها بصعوبة. نعم. بعد ما تشيلها بتقولها ساعتها بتلاقي حالك مرتاح. تدربت. ايه التدريب. كذلك الامر اذا بدك تقرا من البداية للنهاية. نعم. اذا قلت لك اقراها بالعكس وبتقراها رجع اقول لك اقراها من البداية بتقول لي اف فرق. نعم. ترتاح. نعم. ايه لازم يعني يكون عندك يعني ما في يكون شد. ما تشد. نعم. ما تشد. هذا الشد مصيبة. نعم. بدك تكون مرتاح. نعم. طيب بدنا نكمل نحن. نعم. بعد الكلمة بدنا نتدرب على الجملة. يعني شو بدك تتدرب تدريب لتوصل بعدين للأداء النص. نعم. الجملة. بعدين في القراءة بدك تقرأ النص لتفهم النص. إذا نعم. ما فهمته كيف بدك تقدر توصله. نعم. بعدين لازم تكون عندك لغة عربية سليمة. هي أهم شيء اللغة العربية. نعم. لأنه ما فينا نقدر نسمع بدل مش معقول ما نشاز. تعرف حرف الجر. حرف نشاز. الجر نعم. في البلدي تقولها في البلدة يعني. نعم. ما بتركب. للاسف في ناس بيقولوها. إيه. بعتقد. نعم. اللغة إنجليزية كمان تكون مقبولة بالنسبة للوثائق. لازم تسمع لغة إنجليزية. نعم. أحسن ما تضيع وتضيع. نعم. لأنه أنت عم تقرأ هو يمكن بيكون سبقك وأنت ماشي صح. على هذا. نعم. هي مهمة. نعم. بعدين بدنا نقطع النص. بدنا نوقف على الفاصلة. أهمية التقطيع. إيه لا يا ريت يعني تشرح لنا إيه. بتوسع شو يعني تقطيع النص. تقطيع النص كل واحد له طريقته. ايه صح ولا لا؟ بالممثلين كل واحد له طريقته. مثلا بيقطع بعد كلمتين، بيقطع بعد جملة، بيقطع. هل هذا الشيء مزبوط يعني انه كل واحد له طريقته ولا لا في منهج معين انه لازم يلتزم فيه الواحد بالتقطيع؟ كل نوع من الوثائقي او نعم. اي شيء نعم. له تقطيع خاص. نعم. النغمة هي اللي بتساعد. يعني نغمة الأخبار نعم. إلى تقطيع الخاص. نعم. نغمة الشعر له تقطيع. كل نغمة لا كجملة. ايه كجملة. كجملة. ايه ما فيك. مم. يعني هلا مثلا انا بيجي النص شاعر في شعر. نعم. تيجي بقول لك قرا لي بطريقة الأخبار. ما بتنقرا أول صحيح. شيء. صح. طيب شو اسمه في طريقة معينة بالنسبة لتقطيع النص لكل الشعر. مقام مقال. ايه. نعم. وبالنسبة للأخبار نعم. في طريقة معينة بدك تسرع شوي الأداء. نعم. مثلا نعم. في مطارح بدك تبطئ فيك. هو التقطيع النغمة هي اللي بتحدد لك التقطيع. هل نغمة بعدك لأنت النص. بعد هالتاريخ كله هل تقطع ولا لا؟
لا يعني بتمسك القلم لا وبتقطع. لا ما بقطع، مش بحاجه. في ناس بياخدوا بياخدوا على بيتهم على البيت ويقطعوها وبيقطعوا. وكذا. بتعرف ليه؟ نعم. لانه بس يروحوا على البيت يقطعوها ويظبطوها ويرتبوها ويعملوا كل الامور، وثاني نعم. يوم يجوا هون صاروا آلة. نعم. هون صاروا آلة. اوكي. نعم. لانه انا صرت انا عم بمشي ضمن انه هون بدي اوقف، هون بدي هون كذا، هون صرت آلة. نعم. حلو الشعور الاول انت نعم. عم تقرا. انا بحب اقرا مثلا على الهواء مباشره احسن ما فوت سجل. ليه؟ لانه قدام الجمهور بصير في مسؤوليه. نعم. عارف كيف؟ نعم. هيدا. بعدين في عنا تقطيع، بعدنا في مفاتيح النص. نعم. بعدين في عنا مطبات النص، وبيجي عنا نغمة النص، تلوين النص. نعم. الإحساس بالنص، بيجي آخر شيء أداء النص. طيب هيدا هو. نعم. شكرا أستاذ حبيبي. فؤاد. بدنا نشكر زميلنا وزميلتنا على الإخراج الإذاعي كمان. نلقاكم إن شاء الله في الجمعة المقبلة. شكرا أستاذ فؤاد. شكرا حبيبي. للست شكراً ديانا وللأستاذ سعد. شكرا وإلى اللقاء. أخطاء لغوية تعودنا عليها وصارت عرف. لغتنا صعبة؟ لا مش صعبة. تعرف عليها أكثر مع قضايا تربوية واجتماعية منصادفة بحياتنا اليومية ببرنامج لازم تعرف. لازم تعرف برنامج أسبوعي كل يوم خميس الساعة 2. إعداد وتقديم علي حجازي عبر أثير إذاعة صوت الحرية.